مساء الخير على المشاهدين الأوفياء، كيف أموركم؟ نتمنى تكونوا بصحة جيدة وانتم كتستمعوا الفيديو. ومرحبا وألف مرحبا بكل المشتركين اللي كينضافوا وينضموا لقناة زلق وطاح، من ضمنهم المشتركين القدامى وكذلك الجدد. قبولاتي لكم جميعا، كذلك والأصحاب الآراء الإيجابية واللايكات وبارطاج. ما تنسوناش بارطاج واللايكات باش انكم تدعمونا الفيديو، ويتسمع صوتنا اكثر واكثر. المهم بالنسبه كذلك اللي مازال ما انضموش للقناه وباقي ناس جداد ويعني تصادفوا مع الفيديو، ما تنساوش الضغط على ابوني باش تنضموا للقناه وتوصلوا بكل ما هو جديد. غادي نهضر في هذا الموضوع على بنت بوكريشه، وغادي نهضر كذلك على السريعة وبوكريشة. يعني فيديو غادي نجمع ونطوي فيه، لأن محطوا واحد الفيديوهات اليوم، داروا بعض الفيديوهات اللي كانوا خفاف ظراف وشفت لهم شنو حطوا، وبغيت نعطي الرأي ديالي باش عاوتاني ماشي نتشغل ولا هذا. قلت ماشي مشكل ندير هذا الفيديو في هذه الوقيته هذه. المهم واحد النقطة غادي نجاوب عليها واحد صاحبة التعليق، ولكن ما بغيتش نهضر عليها دابا، غنخليها حتى الاواخر ديال الفيديو. المهم ما غاديش نهضر عليها دابا، نخليها في اواخر الفيديو. غادي نبدا ببنت بوكريشه. الفيديو ديالها صورات الدار جديده، ما صورتهاش كلها ولكن صورات غير واحد الحيط وواحد البلاكار فقط، لانه مازال الاصلاحات في الدار. واحد الحيط فيه البروده كتصلحو. يعني غاده بنت بوكريشه بالتدريج، باقي لها عده تفاصيل اللي غادي تبقى مع الوقت تخرج بفيديوهات باش تربط بهم دوك الاحداث ديال تجهيز الدار. حقا صوبات هادي، حقا صبغوا هاد البيت، حقا كدا حقا كدا. يعني باقي حقا نهار التسياق ديال الدار، حقا عاد غادي تمشي تبخرها حق بالعود، حقا عاد تحط فيها الاتات، عاد غادي تجيب بشرى الزعتوري تعاونها، وهكذا دواليك. يعني غير الاحداث ديال تجهيز الدار وتفرش الدار، هذيك اللي كرات، حيت هي باقا ما شرات كرات باش نكونوا واضحين، كرات الدار، وكيقولوا عليها انها كراتها في حيره قفاس وفي اقامه محروسه. يعني راكم عارفين، يعني مزيان، فكره جيده انك تسكني في واحد البلاصه اللي هي محروسه، مزيان باش حتى زهير لما كنتيش في الدار وبغى يلعب شي لعب ما هواش ولا شي حاجه يكون محضي، كيكون تما العساس، كيكونوا الكاميرات، كتكون الامور يعني الناس ما غيبغيوش. مزيان انك فكرتي في هذه الفكره، ولكن حولك تفكري انك تكري في اقامه محروسه. علاش؟ لانه انت راكي عارفه مزيان هذاك الكدار اللي راكي خديتي، فهمتي؟ حيت راه ماشي شي واحد اللي راكي عارفه اشنو كان كيدير قبل، انت تعرفي له سوارتو. وهاد الكلمه هذه كنت قلتها من شحال هذه، وسمعت واحد المتقده ديك الخطره كانت كتهضر وهي تقولها، ما بغيتش نقول الاسم ديالها. المهم عزيزه وغاليه، وكنتفرج فيها وهي تقول واحد الكلمه، قالت لها كلها كتعرف سوارت راجلها. الله ودي ما كذبتيش، هذه قايله انا. فات لي قلتها بشحال هذه في واحد الفيديو، كنت كنهضر على بنت بوكرش وعلى السريع، وقلت لهم ما كيعرفوا السوارت ديالها، كلها كتعرف السوارت راجلها. المهم غادي نرجع للموضوع. بالنسبه لبنت بوكريشه، حيت كاين اللي غادي يقول لك حقا شرات الدار، ولا هي كراتها، ولكن بالنسبه انها تقدر مثلا مع الوقت تشري شي دار، ممكن تشري حتى فيلا، راه بحال اكس. علاش؟ لان ما تنساوش انها كتخدم من اليوتيوب، من الانستغرام، ويمكن على ما اظن عندها حتى تيك توك. يعني هاد الشيء الا كانت غير كتشهر فيه شي امور وكتحط يعني شي حاجات، وعاد كتحط في الفلوقات ديال الانستغرام ولا ما عرف شنو، حيت انا ما كنفهمش داك الشيء بزاف. اذا كانت كتخدم بهذا الشيء كله وكتخلص، وزيد على ذلك اذا كانت بقات لها المشاهده طالعه بحال اللي دابا عندها المشاهده طالعه، راكم شفتوها مؤخرا، هادو ممكن انهم يزيدوا يعاونوها اكثر واكثر باش انها ممكن دير الدار ديالها ملك، ما تبقاش كاريه، دير حتى هي كذلك الملك من غير الكراج والطوموبيل اللي دارتهم ملك. ممكن دير الدار، ولكن على شحال هاد بنت بوكرش غادي دير الدار مثلا في النظر ديالكم؟ انا غادي نقول لكم غالبا هاد بنت بوكرش اللي نتوما كتشوفوها دابا ممكن انها دير الدار في عام ونص. انا نعطيها لكم من هنا، ممكن بنت بوكرش دير الدار مدة عام ونص اذا بقات المشاهدة عندها طالعة في هذا الريتم هذا، لانها كتربح اموال طائلة هي، وهي راه عارفة هذا الشيء. ما يجيش شي حد يقول لك لا ما كتربحش الاموال الطائلة ولا لا، الفيديوهات عندها كيكملوا لها المشاهدة من الاول حتى التالي، فهي عندها نسب مشاهدة طالعة. هذه من جهة.
وغالبا مدة عام أو عام ونص تلقاوها أو تسمعوها شرات واحد الدار واخا غير صغيرة، شي أبارتومون ولا شي حاجة، ولا ما كيعرفش الواحد يعني ما كيعرفش الإنسان شنو مع الوقت شنو غادي تجيب. هذه من جهة، يعني ديروها بين عينيكم بحال إكس، يعني ماشي تصدموا ولا ما تصدموش، ولكن توقعوها ديروها بين عينيكم. هذه من جهة، هذه المعلومة أنا عطيتها لكم من دابا حيت نهار يدوز واحد الوقت وتوصل هي لهاد المعلومة هذه، قولوا قالتها قناة القطح. أنا من بكري دابا قلت فهمتوا، تشري فيلا ولا تشري ابارطومون ولا شي حاجة، ديك الساعة هي غتعرف شحال كيدخل لها في المداخل. هذه من جهة. هضرات على حقها، هضرات على قالك ودي حقها ما حقها. شافت عجوزتها نهار العيد، هو حقها جا عندهم وعاد داها شافت عجوزتها. ما كنظنش انك شتي العجوزه ديالك. علاش؟ لانه زهير جا عندكم للدار بصح وما كذبتش، يعني ما كذبتيش كذلك حتى انت. جا عندكم لدار جداتك وشافكم تما ودوز معكم واحد الوقيته في الدار ديال جداتك، ولكن باش انك تقولي مشيتي لعند عائلته، لا، هادشي ما كاينش، لان الام ديالو بالذات ما حاملاكش. حتى الا كانوا شي وحدين في خواتته او عائلته يعني كيتعاملوا معاك او كيسلموا عليك او هذا، يعني في وجهه كدوسي، ولكن الام ديالو بالذات ما حاملاكش ولا ترحب بك وحاضره فيك العين. وعينيك انت بنت بوكريش لما كنتي كتكلمي في الفيديو في داك البيت الصغير اللي فيه البلاكار، عينيك كانوا فيهم الكذوب. ديك اللحظه بالضبط اللي قلتي فيها انك شفتي ماين زهير واموركم بخير وعلى خير. شوفي نقول لك يسرا وغادي نخاطبك بالاسم ديالك، ما تبقايش تستحفاي للعجوزه. سمعي نقول لك، ما تبقايش تستحفاي للعجوزه. انا نقولها لك من هذا المنبر، فهميها كيف ما بغيتي. عطي راسك قيمه. انت تزوجتي بالولد ماشي بالام ديالو. مادام هي ما كتعاملش معاك بلاتي هي احسن وهزه خنافرها للسما وما كتمدش يدها تسلم عليك، عطي راسك قيمه. لانها هذيك الام ديالو ما راعاتش انه ولدها غرر بيك وكذب عليك وداك دار معاك ما بغى، وداك الشيء اللي هو دار ما كتبغي حتى شي مرأة ان بنتها تطيح فيه، باش نكونوا صريحين. ولو هي وقع لها داك الشيء لبناتها، واش كانت هي غترضى؟ ما كانش غترضى، ما غيعجبهاش الحال. كيف ما تبغيش هي لبناتها ما تبغيش لبنات الناس، واخا انت انك عندك واحد الماضي اسود او لا مزركش او كيف ما بغى يكون، ولكن هي كامرأة كان خاصها تعذرك في هذه النقطة هذه. انا واخا كنعطي البنت بوكرش للراس على العقوق ديالها لانني ما كنحملش العقوق، وعلى التصرفات ديالها اللي كانت كتصرف بهم خايبين، ولكن في واحد الجانب يعني ما كيعجبنيش داك التعامل ديال العجوزه معها. لان حتى الولد راه دار خطا، راه ماشي غير البنت اللي دائما منها الخطا. وهو شنو كان كيدير؟ كان كيسبح كيعتمر في الكعبه، راه حتى هو راه كان كيدير الزبايض. واش فهمتوا؟ يعني حتى هو ارتكب واحد الخطا، ماشي هي بوحديتها غير جات وطاحت عليه، لا، راه حتى هو ارتكب خطا، دار واحد الخطا. باش نكون واقعيين، يعني هاد الام ديالو هادي ما راعاتش ليك في هذا الجانب هذا. واش فهمتي؟ ديك الساعه فاش انتي كنتي معاه او هو كان معاك وكان كيدير ما بغى، كنتي عاجباه، ولما انفضح الامر وانكشف امره امه ما عجبهاش الحال، ما عجبهاش حتى الحال ان الولد يصلح الغلط. اذا هاد الام هذه او هاد الامراه هذه اللي كيقولوا حق عليها فاس صعيبه وحقها، هذه ماشي حقانيه، ماشي حقانيه نهائيا. وحنا عارفين ان ولدها ليس هو المغتصب الاول، يعني حنا عارفين هذه النقطه، ولكن كان كذلك هذاك الولد اللي هو زهير كيضحك على هاد البنت، عاد من بعد خداها باش نكونوا كنعرفوا كيفاش نهضروا. فما تجيش الام ديال زهير يجيو يقولوا حق عليها صعيبه، راه ما صعيبه والو. شتي الا كنتي انت صعيبه فاس وراه حنا صعب منك انت ما تهضريش قدامنا جينا على الصعوبيه وحقا صعيبه وتطلع من هنا، وراه حنا صعاب منك. وفين تباني انت امين زهير؟ انت لو وقفتي قدامنا ضربي طمك حزين ليه، والله لا يوريك الصعوبيه ديالنا حنايا. افين يبان حتى زهير، سمعتي؟ اللي راه حشم صحراوه بزاف عليه يقول صحراوي حشم صحراوه الكدار الاخر داير كي شي سلوقي، لا زيد لا مشي بكري قالك صحراوي. منين جات لباك صحراوي؟ انت دوي ما حشمتيش.
اي 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 على المخلي باز. حيت الصحراوه ما كيديروش دوك الفعايل، حتى الا كان فيهم شي حد سلقوط كيمشي بعيد حاشا راكم فهمتوا، كيوقر بنات الناس، وما كيديروش دوك الفعايل ديال البيدوفيليين حاشاكم، استغفر الله العظيم. كوميم كيفهموا، لا نقول شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم، سمعتي ماين زهير؟ ناري ماين زهير راه ما كتحملنيش، حيت كنحط شي انتقاد، وبالخصوص كنكون هاضره فيه عليها. كتبغي تكلاطي، قال لك كتبغي تطرطق، كتبغي قال لك تعواج الا هضرنا عليها وعلى ولدها زهير. ايوا قلت الحق، والحق ما كيعجبكش، وانا صريحه، والصراحه ديالي قاتله وما غتعجبكش، ولا ما عجباتكش ضربي راسك مع الحيط. سمعتي يا ماين زهير؟ قال لك حقا ما عجبهاش الحال، راه خصك تسلمي على بنت بوكرش وديري معاها مزيان، لان لو كان ما تقاديتوش معاها راه غادي تصيفط لك ولدك فين يتربى. واش عارفه انها هي غالبه قانونيا في واحد النقطه، ولا انت ما عارفاش هاد النقطه هادي؟ والمهم، رجع للنقطه اللي كنت كنتكلم عليها. حنا عارفين انه العاقه كتستر على واحد المجرم الاول، المجرم الاول اللي لحد الان ما بغاتش تعترف به، وكتحاول ما أمكن أنها تغطي عليه، وهذه النقطة هذه خطر. وكتحاول ترضي ماجدة باش تبقى في الشهادة الثانية ديالها للصالح ديالهم وللصالح بوكريشة، وضد سعاد اللي هي الأم ديال هاد العاقة. وماجدة ما تنسيش راسك أنه غادي تحاسبي على تغيير الشهادة ديالك من الأول للتالي. غير كل حاجة بالأوان ديالها، كل شيء بأوانه، ماشي كلش دابا. يا بلاتي صبروا شوية وغادي تسمحوا لي، صبروا شوية وغادي تشوفوا كل شيء. زيد على ذلك أن الطبيبة المحلفة اللي دارت وطبقات الخبرة على بنت بوكرش ما كذباتش عليك بنت بوكريشة. فعلا داك الشيء اللي قالت الطبيبة حقيقي، الاغتصاب عند بنت بوكرش موجود، ماشي ما كانش، ومنذ القديم. ماشي زهير هو اللي دار داك الشيء، لا، منذ القديم. غير زهير داكو سعيد وجهل جديد باش نكونوا واضحين. ولكن عاوتاني واحد النقطة، زهير من حقه أنه يعرف من هو الفاعل الأول. يعني زهير منه الزوجة ديالو من حقه يحكر عليها ويضغط عليها أنها تعترف له بمن هو الفاعل الأول اللي غرر بها، لأنه زهير حاليا كيتعتبر الزوج ديال بنت بوكريشة، ليس بإنسان غريب عليها، اللي زعما غادي نقولوا شي حد غريب عليها ولا غادي يجي يبحث فيها ولا كذا ولا كذا. يعني كيبقى حتى هو من المقربين، يعني من يعني الزوج ديالها. كيف ما كذلك حتى الام ديالها راه كطالب باش انها تعرف من هو المتهم الاول. الام ديالها راه عندها يعني كامل الحق انها تعرف شكون هو المتهم الاول بطبيعه الحال. يعني هذا الشيء ديجا كنا هضرنا فيه قبل يعني اكثر من مره، باش ما نبقاش نطول عليكم. غادي ندوز نتكلم بعجاله على الفيديو ديال السريعه. في البداية ديال الفيديو كتكلاشي بوكريشة اللي لايح لها واحد المسؤولية، تجمع له حقها الفلوس وتطيب له املو باللوز في الدار. يعني ودايره واحد الصورة ديال واحد بكرشو غليظة. اللي بغيت نقول، عاد البارح وانتي كتناقضي في الهضرة ديالك قلتي بان بوكريشة كيقول لك ما بغا والو، ما بغا لا فلوس لا حتى شي حاجة، بينما كتخرجي يعني في لايفات وحدين اخرين وكتقولي بانه كيشرط عليك تجمعي له الفلوس، وكتقولي هذا الشيء في الكواليس. بالضبط هذا كتقولي هذا الشيء في الكواليس عند الزبلاء، وعند رجلين بالله رجلي في مكناس ديك الصحيبه ديالك، وعند بعض القنوات اللي راهم دوروا عليك الوجه ديالهم. كنتي كتمشي كتشكي لهم وتقولي لهم بان كيقول لك جمعي ليه الفلوس وهذا وتصيفطي ليه وكذا وكذا، عده حاجات كنتي كتقوليهم ليهم وكتسعيهم باش هما يعطيوك من جيبهم، وهذا الشيء كاين في الكواليس وانت عارفه هذا الامر هذا. بينما البارح زغبك الله وانت تزلقي بواحد الكلمه وانت تقولي حقا كيقول لك ما بغا حتى شي حاجه، ما بغى والو، لا فلوس ولا حتى شي حاجه، وتبدل في العقليه ديالو، ما بقاش كيطمع في الادسنس. الله ودي، ما هذا التناقض العجيب الغريب؟ ما هذا؟ شرحي لنا دابا باش نعرفوا شنو نشدو معاك، اليمين ولا الشمال على حساب، يلا باش نعرفوا ان الاتجاه نقبضوا. هذه من جهه. حطات واحد الصوره ديال واحد الشخص كرشو مدليه، يعني واحد بكرشو قداش سابقاه، تشبه بكريشه تماما في ايامه.
يعني عقلو في بطنه، يعني كتلوح واحد الكلاشات ان بوكريشه عقلو غير في كرشو في بطنه. المهم وراكم عارفين البقى كتبكي على الريال باش دير المشروع ديالها وتحقق الاحلام ديالها وتبني المستقبل ديالها. هو كيقول لها ديري املو باللوز. واش فهمتوا؟ وكانت حداها العجوزه، جات عندها العجوزه باش تطحن معاها داك املو باللوز، ولكن حتى العجوزه سقط لها الخبر ان في اواخر رمضان دارت تقيوتات لولدها يوفس. دابا ما حشمتوش حتى دوك الجوج المزاغيب اللي دايرين كوارث قدهم قد راسهم البيدوفيليين يقوت لهم الواحد قلبهم بالفواكه الجافه. وباز لهاد القوم هادوك راه خاصهم يزيدوا يتحاسبوا على افعالهم ويتعاقبوا على ما داروا. نتوما عاد كتزيدوهم لويزات وكريقيعات وقويقيوات كاو زعما جاب الله ما خرجت كلمه اخرى. شوفوا راه كنوصلوا حدا حرف القاف غير وجدوا. المهم لا داعي ديروا الكيس. رجعوا للموضوع فين بقينا. واش نقول لكم واتوهم غير اللوز والقرقاع باز البقى. اش نقول لك واحد الحاجه عاد فكرتها قبل ما نسالي الفيديو. يا كنتي التزمتي وتحجبتي ايوا مالكي في الفيديو ديال املو باللوز مصوره دراعك عاري كشفتي عن دراعيكي ردي البال. اش كديري؟ غطيهم ديك الساعه، ما خصكش تعري دراعيكي راه بان كل شيء. ايوا شتي تصورتي. اما ديك لا ماشين ديك اللي كيقولوا لها الحادقه ديال اينوكس كطحني فيها ديك الحادقه اللي كطحني مالها مسخه ما مسحتيها ما حتى شي حاجه. الوسخ ملكد فيها ويابس فيها ولابد فيها لابد. مسحي داك الراس بواحد المنديل نقيها على الاقل نقيها وياك تمشي تغسليها بالماء وياك تقيسيها بالماء تغسليها راكي عارفه داك الشيء كيخدم بالضوء والراس ديالها في داك البروجيكتور مع داك الشيء ماشي داك اش كتقولوا له داك الشيء ديال الضوء. المهم ما فهمتش باش ما نصدقش قايله شي حاجه اخرى. المهم فيها داك الراس ديال الضوء يعني ما خصكيش تقيسيها بالماء ولكن على الاقل جيبوا واحد المنديل وعصريه مزيان عصريه يكون غير مندي غير شويه بالماء ماشي كفازك كيقطر لا ولكن غير يكون فيه غير شي شويه واحد المسيحه الماء ومسحيها من داك الجخمير اللي لاصق فيها قديم ويابس لابد. مسحيها بواحد المنديل وديريكتومون عاوتاني مسحيها ونشفيها بواحد المنديل اخر ناشف وحطيها نقيقيه بخير وعلى خير. ديك الساعه بدا كتبقى نقيه يعني ديك الحاجه كتبقى نظيفه نقيقيه وداك الراس التحتاني خلاص راكم عارفين داك الطاس وداك الشيء راه كيتغسل. انا كنشوفك شديتي لا ماشين جالسه كطحني فيها تما داك الشيء مقلق العفن والطوط وكتعتبروا راسكم انكم حقا قنوات مؤثرين وانتم كتصوروا بداك العفن. راعيو بقاو تراعيو لشي امور قبل ما تشعلوا الكاميرا وتبداو الفيديو. يعني راه اللي كيتفرج فيكم راكم كتجيبوا له السخفه بالخصوص اللي بحالي كيكون كيشاهد ادق التفاصيل وكيدقق فيها. راه السخفه تجيبوها لبنادم يا عيله عيره. واش فهمتي؟ هذه من جهه. المهم سمحوا لي على الانقطاع عدت اليكم. تفكرت بانني كنت غادي نواجب صاحبه واحد التعليق اللي سميتها مريم لان اي تعليق ولا هذه اللي كنشوف التعليق غادي نجاوبك. في واحد الفيديو من الفيديوهات السابقه كنت كنتكلم وانتقدت واحد اللايف دارته السريعه البارح وصورت فيه واحد النقطه ديال واحد الدباز كان واقع تما في الحي عندها اللي هي سكنات فيه بفاس. وكانت بنت عبلو وفرح بنت حليمه طالين وصبوحه بنت عبلو كيتفرجوا وكانت السريعه كتكلم وداروا واحد الفلاش وانا كنت انتقدتهم على داك الفلاش ودرت في السريعه قلت لها عوض ما تعلموا البنات انهم الا شافوا شي حاجه بحال هكاك او شي خصومه او شي دباز او شي مشكل على الاقل كان عليهم انهم يكونوا واعيين بواحد الحاجه. وانت حيت انت ملتزمه والتزمتي يعني وعندك اجازه في القانون كما انت تدعين ايتها السريعه يعني واجب عليكم انكم دوك البنيتات تعلموهم انهم حيت يشوفوا شي حد مخاصم ماشي يبقاو يتفرجوا بديك الطريقه والاخرى كتقول لها عطيه زيد ليه البنيه من هنا هز عليه جنوي من هنا وشي هضره اللي ما كتعجبش. وحتى الناس كذلك ما كيبغيوش يشوفوا بحال دوك المناظر والعياذ بالله الله ينجينا وينجيكم. يعني كان واجب عليكم انكم تعلموا دوك البنات يقراو سوره الكوثر لان معروف على سوره الكوثر انها كتحيد الخصومه.
ما كتخليش الدباس او المشاكل يوقعوا. يعني هذه معروفه منذ القديم، ماشي انا عاده نقولها ولا، هذه معروفه. وانا في الفيديو السابق من الفيديوهات اللي كنت حطيت ما عقلتش على عنوان الفيديو لانني حطيت بزاف الفيديوهات غير من البارح اليوم، ما عقلتش بالضبط، ولكن غتلقاوها في واحد الفيديو انتقدت فيها السريعه على اللايف ديال البارح بالضبط. المهم، فاذا به كنلقى واحد التعليق لواحد السيده اللي سميتها مريمه، لا داعي نذكر الاسم كله حيت انا كيطلع لي كلشي المعلومات ديال الناس، حيت كنبغي نقلب كنمشي كنشوف كثر، انا عارفه شنو كندير. فلقيتها يعني من الناس اللي انا كنت نجاوبك جواب قاصح على الطريقه اللي باش كتبتي التعليق، وقلتي بان يا صاحبه قناه، وهضرتي معايا هكا خليتي التعليق يا صاحبة قناة القطاح، يعني ما كانش عليا أنني نفسي هاد الكلمة هادي، وما كانش عليا أنني نقول أن سورة الكوثر كتحيد الخصومة، وباش عرفتي انت هاد الشيء بحال زعما كتستهزئي كنت غادي نجاوبك واحد الجواب قاصح بزاف ما غاديش يعجبك. ولكن لما بحثت وشفت لقيت أنك من ضمن الناس اللي كتخلي واحد التعاليق إيجابية يعني مدة هادي، فما بغيتش ننزل عليك واحد النزله اللي ما غاديش تعجبك، ممكن انها تضرك او تقلقك، ولكن انا راكم عارفين اني كنجي كنعطي الوجه ما كنافقش. سمعي نقول لك ايتها الاخت صاحبه التعليق اللي اسمك مريمه او مريم. المهم، سوره الكوثر انا ماشي كنفتي ولا شي حاجه او انا ركن المفتي، انا انسانه عاديه، ولكن عارفين ومتيقنين ان سوره الكوثر كتحيد الخصام اذا كان بين شي طرفين. والدليل على هذا دخلي غير لجوجل بحثي عندك كاين تبارك الله، دخلي كتبي في الجوجل ما هي فوائد، شنو هو الفوائد اللي كاينه في سوره الكوثر، وانت غادي تسمعي غتلقاي العديد والعديد من الناس شيوخ كذلك، يعني اللي كيفهموا اكثر مني ومنك شارحين هذه النقطه هذه. يمكن تكون انت باش ما غاديش نسيء الظن فيك، ممكن تكون انت مثلا ما عارفاش هذه المعلومه او ما عمرك سمعتي بها، او تكوني مثلا ما قارياش، او القرايه ديالك مثلا حدك الشهاده او حدك الاعدادي، او ما عندكش واحد المستوى معرفي اللي هو كبير، او عقليتك محدوده، او مثلا ما عارفاش هذه الامور. واش فهمتي؟ ممكن انا نعطيك جميع الاعذار، يعني ماشي غنقلل منك ولكن غادي نعطيك اعذار. ممكن تكوني ما عارفاش هذه المعلومه فجيتي كتبتي لي داك التعليق انني باش عرفتها ما خصنيش نقول بحال هكا وما خصنيش يعني نقول بحال هذا. وسمعي نقول لك من حقي حيت نشوف شي حاجه ما عجبتنيش، من حقي كانسانه مواطنه مغربيه نخرج نعطي الراي ديالي. فما غاديش نتسنى انا شي حد يجي يقول لي لا ما تقوليش هذه، نقول انا داكشي اللي بغاه هو على كانتو. انا حره في الانتقاد ديالي وفي طريقه الانتقاد ديالي والتحليلات ديالي، اللي عجبو مرحبا واللي ما عجبو يمشي لبلاصه اخرى. انا ما كنتش نضغط على الانسان، هذه من جهه حيت تقدر هضرتي ما تعجبكش، ولكن باش انك تبيني لي كانني انا ما كنفهمش، الله ودي راه حنا كنفهموا، راه ماشي حنا منتقدات حقا حنايا ما كنفهموا حتى شي حاجه، ولا حنايا غير كنجيو كنطلعوا كنتقدوا ما كنعرفوش في الامور ديال الدين. راه حنا عارفين، راه ممكن انك تلقاينا حنا عارفين اكثر من هذوك نتوما اللي نتوما كتفرجوا فيهم بحال السريعه وبنت بوكريشه وعده امور، اولا منك انت براسك صاحبه التعليق. واش فهمتي؟ فما تجيوش تغلطوا في شي حد وانتوما ما عارفينش داك الحد انه قاري شي امور اللي نتوما يمكن ما واصلينهاش، او فاهم في شي مجالات اللي نتوما يمكن ما واصلينهاش. تشوفي بنادم تحقريه، غتقدري تشوفي بنادم تحقريه هو راه واحد الوقت في حياته راه كان متبع شي امور وعارفهم، عاد قال مع راسو غندير القناه غير على القناه، ضحكوا نشاط غير فوق فكاك. واش فهمتي هاد النقطه هادي؟ وكيتستر على اموره الشخصيه ما كيبغيهاش تديع، ديري هادي بين عويناتك. وغادي نزيدك واحد المعلومه كذلك، نهار كان بوكريشه شحال هادي دوز رمضان الاول ديالو مع السريعه فاش كان كاري في الدار ديال بشرى ام الايتام، وتحياتي ليها من هذا المنبر كذلك لديك السيده الا كنتوا باقين عاقلين. شحال هادي كانت السريعه حدا واحد النهار لابسه واحد الكسوه كحله وواحد الطبلون في العنق ديالها بحال كيجروا به البطوات، وواحد الحلقات طوال دايرين بحال شكل كورني. عاقلين انا كنذكركم. وكانت السريعه طلبات من بوكريشه باش انه يجود لها القران، شي ايه من الايات يجودها لها بالصوت العذب ديالو، لان صوته يعجبها هي لما كيكون بعض المرات كيجود حداها. فاذا به بوكريشه بقى كيجود لها ومشى لها لأواخر سورة البقرة، مشى لأواخر سورة البقرة وبقى كيقرا. أنا كنت كنتقدو في ديك الوقيته باش نكون واضحين، ولا كنت انت من المتتبعين القدام ديالي
راكي غتكوني عارفه هاد القضيه، ما كنتيش من المتتبعين القدام ديالي ماشي مشكل، الناس اللي كيشاهدوني وعاقلين راه غادي يكتبوها لك في التعاليق وغادي يفكروك فيها، ولا كذبت هما يواجهوني. واقسم بالله العلي العظيم الا انا جالسه كنتفرج فيه ومتبعاه معاه الايه هو كيجود كيقرا كيقرا كيقرا، جا حتى الاواخر ديال سوره البقره هو يحذف واحد سطر، حذف واحد سطر ما قالوش ونقزو وكمل السطر الاخير وصدق الله العظيم. بينما انا كنتفقس كنقول ما يمكنش، راه حذف واحد سطر قبل من الاخير، ما خصوش يخطأ. كيفاش هو في هذا العمر ويخطأ؟ ما خصوش يخطأ. وصورات اواخر ساهلين، يعني اواخر سورة البقرة راه ساهلين، راه نعرضها عليك سهلة، يعني ما خصوش يرتكب هذا الخطأ فيها نهائيا. راه الانسان كيكون كيقرا بحال هكا كيقرا على راسو راه كيكون حافظ هذا الشيء. ما عجبنيش الحال ديريكتومون في ديك الليله باقا كنعقل، في ديك الليله خرجت وانتقدت عليها وقلت له ما خصكش تخطأ، وراك خطأتي في البلاصه الفلانيه، وعرضتها عليه بالزربه، عرضتها عليه بالزربه بانها ارتكبتي وها فين ارتكبتي الخطأ وما خصكش دير هذا الخطأ هذا، وانتقدت عليها. بينما حتى شي حد ما انتقدوا عليها الا واحد انسانه وحده غادي نذكرها ان شاء الله في هذا الفيديو، غادي نقولها وغادي نوجه لها التحيه. حتى شي حد ما انتقدوا على هذه النقطه هذه، وبقيت كنشوف قلت كيفاش بينما السارعه اللي كتدعي انها عندها الاجازه وقاريه وكتفرفر جالسه حداش كدير كتنعملو براسها وكتقيس في الحلقات ديالها وفي السلسله. الله السريعه مصلحات هذه السريعه ما حركت ساكن، ما عطاتو اشاره بيدها وتكمل هي الايه باش انه يفهم انه خطا ويصلح الخطا ديالو، ما حركت ولا ساكن ولا صلحات هذه نهائيا. اللي قالت لك كتدعي الثقافه وكتجي كتبوب علينا حنايا وكتهز في يديها، راه حنا قارين احسن منك البقاد السريعه ومصلحاتهالوش السريعه. وما عجبنيش الحال وخرجت وانتقدت على هذه النقطه هذه، او ضرب الطم هو السريعه ما لقى فيها ما يقول أصرتها وسكت. ولكن تحية كبيرة للأستاذة فاطمة والشاي اللي شافت هذه النقطة وهضرات أنها هضرات على هذه النقطة هذه، ويعني ما يمكنش نكذب عليها لأنني بقى كنعقل على الأستاذة فاطمة والشاي وتحياتي لها من هذا المنبر. كانت في ديك الوقيته كتكلم بعض المرات، يعني ما كانتش كتخرج بزاف يعني، وكانت كتكلم على الموضوع ديال سعاد وكانت كتدافع على سعاد جوهره مغربيه وهذا. وكذلك تفاجأت بها أنها حتى هي لمحات هذه النقطة أن بوكريشة ارتكب واحد الخطأ في القراءة ديال القرآن وحذف واحد السطر ما كانش خصو يحذفه، وارتكب واحد الخطأ وخصو يصلحه. وفرحت قلت الحمد لله أن بعد الأستاذة فاطمة والشاي وتحية كبيرة لها من هذا المنبر أنها انتبهت لهذا الأمر هذا. الصراحة عزيزة وغالية ديك السيدة، عزيزة وغالية علينا كاملين الصراحة. وبقيت كنشوف واش فهمتوا كيفاش انا من حقي انني نهضر في هذا الموضوع ونذكر المشاهدين ديالي بهذه النقطه هذه. وحتى الا جا معنا شي حد جديد مرحبا والف مرحبا الا سمعوني كنهضر. علاش؟ باش نجاوبك انت مريم او مريمه او مريم صاحبه هذا التعليق اللي جيتي كتقولي علاش انت كتهضري في هذا الشيء، واش انت كتفهمي فيه او لا بحال ما كانش خصني نهضر. الله ودي مالي شتيني كافره ولا كيفاش؟ راني مسلمه، راه حنا عارفين هذه الامور. شنو بنادم زعما معري شعرو صافي راه واقيلا كافر؟ استغفر الله العظيم هاد الكلمه هذه. راه حنا مسلمين، راه ما كيعجبنيش الانسان راه هكا كيوقع. كتلقى واحد المجمع فيه واحد الربعه ديال البنات كتلقاها دار ديك الشده ديال غنينه وبحال السريعه وتقرر في عينيها، ولا شافت شي وحده دايزه حدا واقيلا لابسه شورت ولا تي شورطه ولا شي حاجه تقول لك ما مزياناش. ولكن واش انت علمتي بقلبها؟ واش انت علمتي بالمستوى ديال المعرفه اللي عندها؟ واش انت عرفتي ديك السيده قبل ما يشيب لها داك طانطو دراس ديالها فين قرات ولا فين عاشت ولا الظروف اللي دازت منها ولا عده امور المحك اللي دازت، اللي كتقرا بنادم قدامها. سمحوا لي الميكرو طاح لي، نتمنى الصوت يكون واضح. كتقرا بنادم قدامها قبل ما ينطق ضربه الطم وساكته، تجي انت تقولي عليها حقها هذيك مزيانه وحقها هذيك ودي خليونا ساكته. نقول شي هضره ما تعجبكش صاحبه التعليق ديال مريم، ولكن حاولت ما امكن نشرح لك بهذه الطريقه باش تعرفي مع من كتعاملي. انا نخلي لك كامل الحريه، دخلي لجوجل دابا سيري كتبي فيه وعرفي الفوائد واستافدي مع راساتك وفيدي الناس يا توكلي على الله وفيدينا حتى حنايا معاك. الا كان شي حاجه باش تفيدينا فيدينا في التعاليق. مرحبا والف مرحبا. ما غاديش نطول عليكم في هذا الفيديو، نكتفي بهذا القدر. الى فيديو مقبل ان شاء الله ومع السلامه.